السلام عليكم الشيرات، ان شاء الله تكونوا بخير. جيتكم فيديو جديد وبوصفه جديده. قبل ما تشاهدوا الفيديو ديروا لي جيم واشتراك. اليوم جبت لكم وصفه جديده تاع كاطو اللي هي حلوه حلوه الطبقات بالمربى. هنا عندنا كمقادير، عندنا نص كاس تاع الزيت، نزيدوا له نص كاس، عفوا هنا عندنا نص كاس سكر، نزيدوا له نصف كاس تاع الزيت، نص كاس تاع الزيت، وعندنا نص كاس عسل. هنا نشعلوا الغاز تاعنا، هنا نديروا النار تاعنا قليله ونخلطوا كلشي مع بعض. هنا نخلطوا مليح حتى يتجانس السكر مع الزيت مع العسل. نخلطوه ونخلوه حتى يغلي. هذه الحلوه والله لا شابه الشيرات، جربوها ما تندموش، يعني تخرج لكم كميه لاباس بها، تشد لكم حتى للسمانه، تقدروا تعطوها لولادكم من يروحوا يقروا. خلطوا مليح حتى كي تشوفوها تغلي. هنا نديروا مغرفه صغيره تاع بيكربونات حتى كي تغلي. هنا الشيرات كي غلى الخليط تاعنا زدنا مغرف تاع بيكربونات. شوفوا علاش نتحصلوا، شغل الخليط تاعكم يولي رغاوي، لازم دير واحد الرغوه كيما هكا تولي تطلع. هنا نطفو ونخليه يبرد ونعاود نوليكم. هنا الشيرات كي برد الخليط تاعي درت عليه زوج تاع الحبات تاع البيض، نديرو زوج حبات تاع البيض، وهنا نزيدو الفرينه تاعنا. ونديرو نصف كيس تاع خميره كيميائيه تاع وزن 10 غرام، ونلمو العجينه تاعنا. هنا الشيرات العجينه تكون شويه طريه، المهم بصح ما تتلاصقش في اليد. هنا ما قلت لكمش الفائده تاع البيكربونات. هنا البيكربونات تعطيها الطراوه، وثاني تجي بنينه وتعطيكم هذا اللون الذهبي. شوفوا الشيرات اللون كي شباب. هنا انا نروح نلم العجينه تاعي ونعاود نوليكم. الشيرات بعد ما لميت العجينه تاعي غادي نوريها لكم. شوفوا الشيرات، هذه لابواط تاع شابه شريتها من عند تواع العلمه، هذوك اللي في طريق صابور، راني على هنا في باريغو. نوريكم العجينه تاعي. شوفوا العجينه تاعي، العجينه راهي طريه الشيرات. نروحوا نبردوها مع بعض. هنا الشيرات بعد ما قسمنا العجينه على زوج، هنا نديروا الطبقه الاولى نبردوها ونديروها في البلاطو. هنا الشيرات اليوم ضياف راهم عندي، راهم يعاونوا فيا. عندي الام تاعي والاخت تاعي. نديروا الطبقه الاولى
هنا سيداتي بعد ما درنا الطبقه الاولى تاع العجينه في البلاط، جيبي فرشيطه ديري فيها ثقوب صغيره، ومن بعد جيبي الكوفيتير حطيه كطبقه اوليه هنايا كوفيتير، مشيها كيما هكا، مشيها على كامل البلا كامل ديري فيه كوفيتير. هنا الشيرات بعد ما درنا الطبقه الاولى غادي نزيدو الكونفيتير. وهنا سيداتي ما تنسيش تثقبي العجينه باه ما تطلعلكش. ديري الكونفيتير. اليوم الاخت تاعي راهي تعاون فيها يعطيها الصحه. زيدي في هذه الجهه. هنا الشيرات نزيدو الطبقه الثانيه. هنا اللي تبغي تذوب المقادير تديرها على 4 ماشي على 2. دير هنا الشيرات بعد ما درنا الطبقه الزوجه غادي نعاودو نزيدو الكونفيتير. ثم درنا طبقه تاع عجينه، طبقه تاع كونفيتير، وزدنا طبقه تاع عجينه وطبقه تاع كونفيتير. متنسوش الثقوب باه العجينه ما تطلع لكمش برك، ديروا فيها ثقوب في كامل العجينه وما تطلع لكمش. ولازم باش ما تطلع لكمش في الوسط لازم تقبوها بالفرشاطه. وهنايا التاليه غادي نحكموا العجينه وغادي نربوها بلا راب فوق هذه الطبقه تاع الكونفيتير. ديري هنا الشيرات نشدوا العجينه اللي بقات لنا ونرابوها. هنا اللي ما بغاش ترابيها لها ولا ديرها في الكونجيلاتير تبرد شويه عاد ترابيها. هنا هذه الطبقه الفوقانيه كاع، ولا قادره تزيدي عليها شويه فرينه ترديها شويه قاصحه وديريها تربيها باش تربى لك مليح، ما تكونش طريه كيما من برديها. هنا الشيرات انا نرابي العجينه اللي بقات لي ونديها تطيب ونوريها لكم في صحن التقديم. ها هو الشكل النهائي تاع الكاطو تاعنا. شوفوا كي خرج الشيرات. ها هو هنايا نقسموهم مع بعض. بسم الله. راه طري الشيرات. شوفوا الشيرات كي جا. صدقوني بنينه مداري نديره الشيرات. جربوا لي الوصفه، شوف جربوا الوصفه وديروها لي في التعليقات. شوفوا الشيرات. نتمنى الوصفه تاع اليوم تكون نالت الاعجاب تاعكم. ما تبخلوش عليا بالاعجاب وبالاشتراك. مع السلامه الشيرات.